السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، ويا رب تكونوا بخير. وإمام عاشور ما زال يثير الجدل في النادي الأهلي، وغضب جماهيري من إمام عاشور ده طبعا اللي بتتداوله الصحف وبنشوفه على المنتديات وكده. إمام عاشور ما زال حديث الناس. يستاهل بصراحة بأدائه مع منتخب مصر مع حسام حسن فقط بصراحة. وكان قبل كده برضو من يعني امام من بقاله ماتشين ثلاثه، مش امام اللي احنا نعرفه، اللي هو كان مكسر الدنيا وولد لعيب قوي، تمام، بيعرف يجيب جون، بيعرف يصنع لزميله جون. الكلام ده دلوقتي ما بنشوفوش من امام بصراحه، وما زال امام عاشور يثير الجدل وغضب جماهيري خلينا نقول من امام عاشور. تمام. امام ماشي، امام قاعد، امام بيأدي كويس، امام مش عارف بيتكاسل، امام فيه لا مبالاة، امام مش فارق معاه الفرقة تكسب الفرقة تخسر. فنتمنى ان امام عاشور يعود لسابق عهده، تمام، زي ما عهدناه. امام كان بيصنع الفارق الصراحة، بيكسب الفرقة، وكان في الزمالك برضو حاجة ولا اروع، وجه الاهلي برضو بنشوف كان بدايته او من كم 15 كان بيأدي مردود ولا اروع. امام حاليا يمكن حضراتكم ناس كتير ما تعرفش، امام وصل تخطى او في مباراة سيراميكا اللي فاتت دي امام عاشور وصل المباراة رقمية. فبرضه الراجل احرز اهداف وصلت ال50 هدف، وصنع اهداف، وكان حتى في احصائيه ان هو مع الاهلي برضه لعب 100 مباراه، ومع الزمالك برضه لعب تقريبا 102 حاجه زي كده ان لم تخن الذاكره. بس مع الاهلي يعني في يعني فرق بسيط للاهلي، ده مش كلام انا، ده كلام حتى ايه، لو حضراتكم عايزين ترجعوا وتشوفوا المقارنات بين امام مع الاهلي ومع الزمالك. ففي غضب من الجمهور ان امام عايزين، يعني الناس عايزه ان امام يرجع يكسب الفرقه، امام يبقى مركز مع الناس، تمام. وشفنا تصريح اخير لتريزيجيه ان هو يا الفوز بالدوري يا اما الرحيل، تمام. فنتمنى احنا كلنا بنحب امام عاشور بصراحه، ولد مفيد لمنتخب مصر تمام، وللنادي الاهلي مفيش مشاكل، تمام. فنتمنى ان امام نرجع نشوفه تاني بالحاله بتاعته اللي هي ال10/10 من قيمه 5 مباريات فاتوا لما كان مع نادي الزمالك، كان بيصنع الفارق، مش عايزين اللي احنا نقوله ونعيده، تمام. ونروح لرمضان صبحي. رمضان صبحي بيقول لك برضو غضبان من الاداره. رمضان بيقول لك مفيش حد بيسال عليا، مفيش في تجاهل تام، ده حتى كنت النادي الاهلي كان مهتم بيا وانا عندي في المشكله بتاعتي اكتر من نادي بيراميدز. ففي غضب برضو من رمضان صبحي في اتجاه اداره نادي بيراميدز. يا سلام يا سلام، تخيل رمضان صبحي بيلعب مع جنب امام عاشور جنب زيزو. بس المشكله برضو ما هو كابتن محمود الخطيب جاب لبن العصفور زي ما قلنا 30,000 مره، والفرقه برضو ادائها مش اللي هو. بس تخيل برضو ان امام عاشور بيلعب وجنبه رمضان، او رمضان بيلعب وجنبه فهل انت لو رمضان او في مفاوضات، تمام، خلينا نقول هل توافق حضرتك يعني ان رمضان يرجع تاني لو في مفاوضات كابتن الخطيب حاول يجيبه او الاداره حاولت تجيبه تاني؟ هل تسامح لرمضان وتغفر لرمضان صبحي ان هو يعود للنادي الاهلي تاني؟ احنا شفنا الكابتن محمود الخطيب وقف معاه في ازمته اللي فاتت، والراجل ما قالش. احنا فاكرين المقوله بتاعت كابتن الخطيب الاخيره اللي هو انا زعلان عليهم مش زعلان منهم. ورمضان بكل شفافيه وكل يعني امانه، رمضان من ساعه ما ساب الاهلي، هتقول لي ده هم خدوا بطوله افريقيه او كده، بس برضو رمضان في الاهلي بامانه كان حاجه تانية، وكان يعني هيبقى فتى الاهلي الذهبي، تمام. فرمضان نقدر نقول، ولا احنا اللي ما بنتفرجش الاهلاويه والزملكاويه ما بنتفرجوش على بيراميدز؟ رمضان من ساعه ما راح بيراميدز ما اختفى كلينيكيا، ما تفهمش. فهل توافق ان لو في مفاوضات مع رمضان صبحي من جانب اداره النادي الاهلي ان هو يرجع، حضرتك توافق ان رمضان يرجع؟
في واحد هنا بيقول لي لا